تخيلوا معايا الموقف ده، طفلك بيبص لك وبيقول لك فجأة كده بابا هو ليه في حرب؟ أو يقول لك يا ماما ليه الناس بتموت؟ أو يمكن يسألك سؤال أصعب هو ممكن يحصل لنا كده. في اللحظة دي كتير من الأهالي بيتوتروا، بعضهم بيغير الموضوع وبعضهم بيقول للطفل أنت لسه صغير مش هتفهم. وفي أهالي تانية ممكن يشرحوا الحقيقة بس بطريقة تخوف الطفل أكتر. لكن الحقيقة إن أسئلة الأطفال عن الأخبار الصعبة شيء طبيعي جدا، والطريقة اللي هنرد بيها على الأسئلة دي ممكن إما تخلي الطفل يشعر بالأمان أو تزرع جواه خوف وقلق ممكن يفضل معاه فترة طويلة. وفي الفيديو ده هنعرف مع بعض ليه الأطفال بيسألوا عن الأخبار المخيفة، وإيه أخطر الأخطاء اللي بيعملوها الأهالي في المواقف دي، وإزاي تردوا على أطفالكم بطريقة صادقة لكن تحافظ على نفسيته. فلو ابنك أو بنتك سألوكم قبل كده عن الحرب أو عن موت أو عن كوارث، الفيديو ده مهم جدا ليكم. أولا، ليه الأطفال بيسألوا الأسئلة دي؟ كتير من الأهالي بيستغربوا لما طفل صغير يسأل عن موضوع كبير زي الحرب أو الموت، لكن الحقيقة إن الأطفال دلوقتي بيتعرضوا للأخبار أكتر من أي وقت فات. ممكن يسمعوا الأخبار من التلفزيون في البيت أو من فيديوهات السوشيال ميديا أو من كلام الكبار أو من أصحابهم في المدرسة. حتى لو الطفل مش فاهم التفاصيل هو بيلاحظ إن في حاجة مخيفة بتحصل، وعقل الطفل بيبدأ يحاول يفهم العالم، وده طبيعي جدا. علماء نفس الأطفال بيأكدوا إن الطفل لما يسأل عن حاجات مخيفة هو في الحقيقة مش بيدور على المعلومات، هو بيدور على الأمان. يعني السؤال الحقيقي اللي جواه بيكون هل أنا في خطر ولا لأ؟ تاني حاجة، أخطاء شائعة بيعملوها الأهل. خلينا نتكلم بصراحة، في شوية أخطاء معظم الأهالي بيقعوا فيها بدون قصد. والخطأ الأول إن إحنا نتجاهل السؤال. بعض الأهالي بيقولوا سيبك من الكلام ده أو روح العب بعيد، لكن لما يتجاهل السؤال الطفل ممكن يحاول يعرف الإجابة من مكان تاني، وأحيانا المكان ده يكون الإنترنت أو أصحاب المدرسة. الخطأ التاني، تخويف الطفل أكتر. في أهالي بيشرحوا الموضوع لكن بطريقة مرعبة جدا، يعني مثلا يقولوا إن الحرب دي ناس كتير بتموت فيها أو في ناس شريرة بتعمل كده. التفاصيل المخيفة ممكن تعلق في ذهن الطفل وتسبب له كوابيس أو قلق. الخطأ الثالث هو ان احنا نكذب عليهم. بعض الاهالي بيقولوا مفيش حاجة اسمها حرب او مفيش ناس بتموت، لكن الطفل لما يكبر ويكتشف الحقيقة ممكن يشعر ان اهله خدعوه. والافضل دايما هو الصدق لكن بطريقة مناسبة لعمر الطفل. طيب ايه هي الطريقة الصحيحة للرد على اسئلة الاطفال؟ دلوقتي السؤال المهم، لو طفل سألني عن خبر مخيف اعمل ايه؟ علماء النفس بيقدموا خطوات بسيطة جدا. والخطوة الاولى ان احنا نسمع السؤال كويس. قبل ما تجاوب اسأل طفلك انت سمعت الكلام ده فين؟ أحيانا الطفل يكون فاهم الموضوع بطريقة مختلفة تماما، وفهمك لطريقة تفكيره هيساعدك ترد عليه بشكل أفضل. الخطوة التانية، جاوب ببساطة. الطفل مش محتاج تفاصيل معقدة، يعني مثلا لو سأل ليه في حرب ممكن تقول أحيانا الدول بتختلف مع بعض، لكن في ناس كتير بتحاول تحل المشاكل دي وتساعد الناس. رد بسيط وصادق ومش مخيف. الخطوة الثالثة، طمن الطفل. دي أهم نقطة، بعد أي شرح لازم تطمن طفلك. ممكن تقول إحنا هنا في أمان والكبار مسؤولين عن حمايتك ومفيش حاجة هتحصل لك. الشعور بالأمان هو أهم حاجة للطفل. في كمان حاجة مهمة جدا إن إحنا نشرح الطريقة على حسب عمر الطفل. مش كل الأطفال بيفهموا الأخبار بنفس الطريقة، يعني مثلا الأطفال من 4 ل 6 سنين في السن ده الطفل بيفهم العالم بطريقة بسيطة جدا. الأفضل إن الرد يكون قصير وبسيط ويطمن. أما بقى الأطفال من 7 ل 10 سنوات، الأطفال هنا بيبدأوا يسألوا أسئلة أعمق، ممكن نشرح لهم الفكرة بشكل بسيط لكن بدون تفاصيل قاسية. أما بقى الأطفال الأكبر سنا، هنا ممكن نتكلم عن الموضوع بشكل أوسع ونعلم الطفل قيم مهمة زي التعاطف ومساعدة الآخرين والتفكير الإيجابي. طيب إزاي تحمي طفلك بقى من القلق بسبب الأخبار؟ الأخبار الكتيرة ممكن تسبب خوف للأطفال، علشان كده بننصح تقليل مشاهدة الأخبار أمام الأطفال ومراقبة المحتوى اللي بيشوفوه على الإنترنت، وكمان نشجعه إنه يتكلم عن مشاعره ونطمنه دايما باستمرار. والمهم جدا إن البيت يفضل مكان آمن نفسيا للطفل. وفي النهاية، أسئلة الأطفال عن الأخبار الصعبة ممكن تكون مزعجة للأهل، لكن الحقيقة إن كل سؤال من طفلك هو فرصة إنك تعلمه الفهم والتعاطف والشعور بالأمان. مش لازم يكون عندك كل الإجابات، لكن أهم حاجة إن طفلك يعرف حاجة واحدة بس، إنه يقدر يسألك عن أي شيء وإنك دايما موجود علشان تطمنه. ولو حبيتوا الفيديو اكتبوا لنا في التعليقات هل أطفالكم سألوكم قبل كده عن خبر مخيف وكان ردودكم إيه؟ وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم على خير الفيديو اللي جاي.